السلام عليكم اخواني اخواتي، نهاركم مبروك، ساعتكم سعيده، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اخوتي معكم الخويا عبدو بفيديو جديد، معلومات جديده. اليوم جبت لكم الاخوان التاشيره ديال الدراسه او الفيزا ديال الدراسه لكوريا الجنوبيه. الناس اللي كيسولوا على هذا سميتو على هذا الفيزا، انا جبت لكم اخوتي المعلومات اللي صحيحه ومن لومباسات ديال كوريا في المغرب، باش حتى حاجه باش حتى حاجه ما ت... يعني ما تمشوش بشي تفكير اخر او تاخذوا شي معلومات اخر من عند شي واحد او من عند شي يوتيوبرز. نتوما راكم عارفين اخوتي بنادم تيهضر على الهواء، ما تيجيبش شي حاجه اللي صحيحه. انا كنجيب لكم المفيد، كنجيب لكم داكشي مضبوط مقاد باش تشوفوا كلشي قدام عينيكم كما كتشوفوا. هادو هما الاجراءات. كاين اخوتي دي 2 وكاينه دي 4. دي 2 ديال الناس اللي باغيين يكملوا الدراسه ديالهم الجامعيه في الجامعات، ودي 4 اخوتي الناس اللي بغاو يتعلموا اللغه الكوريه في كوريا الجنوبيه. ولهذا اخوتي انا جبت لكم هاد المعلومات كامله او الوثائق وسميتو اللي غيطلبوا كما كتشوفوا اخوتي. يعني كما قال لكم التاشيره الدراسيه في كوريا الجنوبيه هي هذه. كما شفتوا اخوتي، يعني قال لك خاصك تجيب يعني تحقق من المدرسه او تحقق من المدرسه اللي او الجامعه اللي غتقرا فيها في كوريا، يعني تحقق من قبل المؤسسه يعني، وتاخذوا الموافقه من عندهم وكتجيو كتقدموها للسفاره الكوريه بالمغرب. كما كتشوفوا الاخوان، تاشيره الدراسه في كوريا الجنوبيه بمجرد التحقق من صحه التسجيل من قبل المؤسسه المضيفه، من الضروري التقدم بطلب الحصول على تاشيره دراسه من السفاره او القنصليه في كوريا الجنوبيه او قنصليه كوريا الجنوبيه عفوا. هناك نوعان من التاشيره. اولا تاشيره دي 2 هي تأشيرة الدراسة الكلاسيكية الصادرة للمتقدمين الراغبين في مواصلة تعليمهم العالي في الدولة، تشمل المستندات التي يجب تقديمها لطلب التأشيرة. يعني هنا تيقولوا لكم اخوتي يعني خاصك سميتو، يعني خاصك اخوتي جواز السفر سهل مفعول، صورة واحدة لنوع جواز السفر، شهادة قبول بالجامعة، يعني الشهادة اللي غيصيفطوا لكم في الايميل اخوتي، يعني اللي باش يقبلوكم انكم غتسجلوا عندهم او قابلين لكم باش تقراو عندهم. وعندكم الاخوان شهادة مصرفية لروفي ديال البنك، يكون في مبلغ متاح في حساب بنك ديالك ولا ديال الوالد ولا ديال الوالده، المهم ماشي مشكل، المهم يكون عندك كونت في البنك، تجيب لهم لروفي ديال البنك فيه واحد المبلغ محدد اللي يعني اللي غادي يكفيك يكفيك يعني المده اللي غتقرا تما. يعني واحد المبلغ ديال ربما يكون 70,000 درهم، 50,000 درهم، 80,000 درهم، 90,000 درهم. المهم هاد سميتو راه ما متاكدش منه، ولكن غنتاكد منه ان شاء الله. المهم شهاده مقنون ودبلومك الاخير، يعني شنو خديتي في الاخر فاش قريتي يعني، وصافي. ومصاريف ديال الفيزا حوالي تقريبا 50 اورو. يعني من غتقدم هادشي تيعطيوك واحد الوثيقه باش تمشي بها، من بعد كتوصل تما كتمشي كتبدل الوثيقه وكتاخذ فيزا كارت اي دي فيها دي 2 باش يمكن لك تقرا وتتنقل بها وتعيش بها كأيها الناس. يعني يمكن لك تعيش واحد المده ديال اسبوع بهاد الورقه اللي غادي يعطيوك، ومن بعد كتقلبها التاشيره. ويعني اخوتي كتمشي لمكتب الهجره، كتدفع لهم هذيك الوثيقه، تيعطيوك اي دي كارد باش تعيش. هادشي اللي كاين. بالنسبه للفيزا دي 4 اخوتي كما شفتوها هي فيزا دي 4. يعني فيزا دي 4 اخوتي ديال التاشيره للطلاب الراغبين في دراسه اللغه الكوريه في معهد لغوي او في جامعه كوريه.
والوثائق المطلوبة لخوتي تقديمها هو صورة من جواز السفر، صورتان شمسيتان، شهادة قبول من معهد لغوي أو من جامعة اللغة، صورة واحدة باللغة الإنجليزية، برنامج الدراسة، نسخة واحدة باللغة الإنجليزية منها، السيرة الذاتية مترجمة باللغة الإنجليزية، لو دو بونك تا يكون مترجم باللغة الإنجليزية، ودفع الرسوم حوالي $50 تقريبا بحال، وكتنتظر 2 أسابيع، يعني من أسبوعين حتى ل3 للحصول على التأشيرة. يعني كتاخد التأشيرة ديالك يعني عادي نفس التأشيرة الأولى. من بعد الإخوان كتمشي لمكتب الهجرة تما وكتدفع لهم عاوتاني ديك الوثيقة ديال الفيزا، وكيبدلوها لك باي دي كارد ديال الفيزا. غنخلي لكم اخوتي النمره ديال السفاره، ونخلي لكم البريد الالكتروني ديالو، ونخلي لكم او واحد النموذج باش تعمروه باش تعرفوا سميتو. هادشي اللي كاين اخوتي بالنسبه الناس اللي باغيين يديروا الطب او الفنون صحيه وعلوم او علوم الاتصالات او لغات القانون او الهندسه او الاقتصاد الاداري او التجاره. يعني هادو خصهم حتى هما يستافدوا من هاد الفيزا. يعني يكون عنده فوريس باك او باك بلس 1، باك بلس 2، باك بلس 4، باك بلس، المهم يكون بروفيسيونيل او يكون ماستر، او المهم هاد الناس هما اللي غيستافدوا من هاد سميتو. ونتمنى اخوتي تعجبكم هاد المحتوى. كما كتشوفوا هذا هو يعني هذا هو اخوتي، هو النموذج اللي كتعمروا الدراسه وتيجاوبوكم في اي حاجه. كديروا من النيفو اللي عندك وكتعمر هاد اللعيبات، وها نتوما مزيان هادي، وكيجاوبوكم اخوتي في اقصى كيجاوبوكم الزربه، يعني في واحد الوقت اللي وجيز وصافي، وكلشي ان شاء الله يكون مزيان. ونتمنى تكونوا مزيان ويسر لكم الله امركم ان شاء الله، يترفع هذا وباء الاخوان، وكلشي يكون بخير وكلشي يكون على خير، والانسان يوصل لمبتغاه ويوصل لداكشي اللي بغا. كما قلت لكم ما تبقاوش تصنتوا راكم عارفين اللي يخربقوا لكم الميموار وتيتلفوكم على البلان ديالكم وتيتلفوكم على داكشي اللي بغيتو ديروه. حاولوا الاخوان تبعوا اتجاه واحد، والله يسهل عليكم. ونتمنى لكم التوفيق اخوتي. يلا السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبالف خير. كيف ما قلت لكم اخوتي على الفيزا اللي قالوا الناس بانهم فريمون طبقوها على المغاربه. حنا دابا كنتواجدوا في السيت ديال لومباساد ديال كوريا في المغرب، وهاد لالونس ديالهم هو اللي كاين، وهذا هو هادو هما المعلومات اللي كاينين من لومباساد ماشي من عندي انا. يعني كما كتعرفوا ها هما دايرين كلشي هنايا، يعني اي حاجه واي معلومه يعني كتهم المغاربه السفر لكوريا. يعني لا من الناس اللي كيمشيو توريست، او من الناس اللي بغاو يديروا تجاره، او من الناس اللي بغاو الناس الاجانب اللي عايشين في المغرب مده طويله من عامين الفوق، حتى هما عندهم الحق يمشيو لكوريا بواحد الوثائق اللي هي بسيطه. لنفرض ناس افارقه كذا وكانوا عايشين في المغرب واحد المده طويله، حتى هما عندهم حق. يعني عاطيني واحد بزاف ديال المعلومات هنا الاخوان باش تعرفوا بان داك الشيء اللي قلت لكم راه هو اللي كاين. ما كاين لا فيزا، ما كاين حتى شي حاجه. كما قلت لكم الاخوان كاين اجراءات مشدده، اجراءات دقيقه، يعني تيحكروا بزاف اكثر من الاول. يعني خايفين على راسهم وخايفين على بلادهم من حقهم. وحتى حنا كذلك، حتى حنا راه كانوا جاو اسيويين وكوريين بغاو يدخلوا للبلاد في الوقيته ديال البدايه ديال الحظر او البدايه ديال الفيروس هنايا، ومنعناهم ما يدخلوش لبلادنا. خفنا من انتشار الوباء،
ومن هنا هم رجعناهم عادي جدا. هذا قانون طبق على كاع الدول، هذا قانون اجراءات خذاوهم كاع الدول اللي تاذوا بهذا الفيروس او اللي دخل لهم هذا الفيروس. علاش؟ باش ياخذوا الحيطه والحذر من انتشار هذا الفيروس. هذا هو ليسونسيال الاخوان، وهذا هو الهدف من هذا الشيء اللي دايره كوريا. وتقريبا كما قلت لكم راه جميع الدول دايرين نفس الخطه او نفس الاجراءات. وكما كتعرفوا حنا راه سدينا الحدود كاع، يعني سدينا المطارات، سدينا الحدود البحريه والجويه والبريه كما كتشوفوا الاخوان، يعني سدينا كل شيء طرقناه. اوروبا حتى هي كذلك الا بعض الدول. اسيا حتى هي، اسيا مازال اسيا راه خلات ليروبور مفتوح، وخلات الحدود البريه مفتوحه والبحريه مفتوحه، ولكن خذات اجراءات او دارت اجراءات اللي هي وقائيه وصارمه، وباش ما يوقعوش ما ينتشرش عندهم هذا سميتو بزاف.